بخرنا شقتنا وملينا قلتنا وخدتكوا جولة وسط أجواء الطبيعة الخلابة. يلا بينا نعمل ايه على البابور النهاردة؟ نعمل أكلة كده لزوم الشتاء ولزوم التدفئة. بس نقول لكم الأول ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير كتير من الفيديو الأخير. النهاردة بقى هعمل البليلة. البليلة بقى أنا عايزاكي تنقعيها لمدة 24 ساعة علشان خاطر ان يعني بصي مش عايزاكي تسلقيها بقى على النار وفي المية خالص. لا، 24 ساعة هتسلقي هتعمليها، هتنقعيها وبعدين بقى تجيبيها تحطيها بقى على النار عندك، وبعدين تحطي عليها اللبن وتضيفي عليها السكر وبس. لان البليلة كلها فوائد. لو هي اتنقعت انت هتكبي المية وخلاص، كل الفوائد بقى راحت في المية. لان البليلة مفيدة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، ومغذية ولزوم الشتاء. والباجور ده بصراحة بيدفي. واخيرا الجاز وصل بعد يمكن 4 ايام. من الصعب جدا ان الجاز العراقي ده بنلاقيه، لا ما بنلاقوش بجد. وبعدين بقى تسلقيها في اللبن، تاخد الطعم الحلو كله. ولا اللبن بقى كامل الدسم ما شاء الله، ولا انك انت هتحتاجي تحطي عليها قشطة ولا اي حاجة. اللبن المضمون وكامل الدسم، طعم القشطة اساسا بيبقى باين فيه. وهنا بقى ايه، حطيتها على الطبلية وحبيت بقى اعمل شاي على الباجور لزوم التدفئة. وطلعت بقى على الايه، على الطيور. النهارده بقى هقول لكم على وصفة عالي العال، اللهم صل على رسول الله. وصفة هتدي مناعة، هتخلي الطيور عندها عنقود بيض مبكر، يعني هتبيض على 5 شهور. اما حكاية يا جماعة الخير ان حد يقول لكم ان الفراخ بتبيض على 4 شهور والكلام من ده مش حقيقي. مفيش فراخ تبشر على 4 شهور. تبتدي كده تبشر ممكن. والفرخة دي بقى بتبصيلي كده ليه؟ بتبصيلي كده ليه؟ خلاص خدتوا على الكاميرا يعني؟ خدتوا على الكاميرا. اما حد هي تبشر 4 شهور. اما حد بقى يقول لك تبيض كده وتبيض كل يوم، لا، هي هتبيض مبكر على عمر 5 شهور. لان طبيعة الدجاج بتبيض عمر 6 شهور. هنا بقى البطايتين دول انا ابتديت بقى ازغط بقية البط. ايه عايزة مني ايه؟ بتبصي كده ليه؟ فابتديت ازغط بقى بقية البط. وبعدين سبت بقى ايه، قلت اسيب النتايتين دول، هشوف كده هسيبهم ولا ايه. بصراحة لقيتهم كده مفروضين وما شاء الله عليهم. فالوصفة دي هتدي عنقود بيض مبكر على عمر 5 شهور، هتجعل الدجاج يبشر بسرعة، هتعمل نسبة في تحويل اللحم، ولا غنى لنا عن العليقة. خلاص احنا بقى هبتدي بقى اقرب ادخل في الشهر الثالث. وطبعا زي ما انا قلت لكم، انا هنا عندي الفراخ بلدي. بس طبعا نتيجة لان انا كنت حاطة وصفة الحلبة امبارح، فطبعا ما ينفعش ابدا ان انا اجي واحط بعديها الوصفة دي لازم نستنى 3 4 ايام، لان ما بين كل وصفة ووصفة بناخد اسبوع. الحلبة بسم الله ما شاء الله ادت نتائج حلوة جدا، بس بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها. كذلك الوصفة دي كذلك بهذه الطريقة
هتغلي المية وبعدين تطفي عليها، بعدين تقومي حاطة الحب وتقومي مغطية عليه، لأن كل ما يهمنا في الموضوع هي الزيوت الطيارة. طب لو هتستخدميها مجففة هتبقى معلقة شاي على كيلو واحد من العلف. عارفة التليفون بيزهقني كده أثناء التصوير ورخم يعني بصراحة. فهي وصفة ايه؟ هي وصفة حبة البركة. يعني فعلا فعلا بسم الله ما شاء الله. واللي وصلت معايا لحد هنا لايك وشير فضلا وليس امرا. لايك للي حابة تحط لايك، واللي مش حابة تحط لايك خلاص مش مشكلة على راسي. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.